مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا مسائي. صراحة اشتقنا لكم هذا الأسبوع، كثير من التقارير والبرنامج أكيد راح إن شاء الله تكون معنا في فقرات جميلة أو حلوة، أتمنى كل متابعنا يستمتع فيها. بداية أحب أرحب فيكم مشاهدينا وبزميلي راشد، وأقول لك مساء الخير راشد. مساء الخير غادة، مساء الخير والسعادة والابتسامة والمحبة والتواصل معكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، حياكم الله مع هذه السهرة من نهاية كل أسبوع لبرنامج مسائي. أكيد عندنا فقرات متنوعة مختلفة وضيوف مميزين الأمانة، ولكن في ختام هذا المساء راح يكون ختام ممتع وجميل ومفاجآت من يعني دائما نحب احنا خلف الكواليس، شو اللي قاعد يتصور ونشوفه، لكن قبل يتصور ايش كان موجود، هذا راح نتابع في هذا المساء ان شاء الله. لكن بداية راح تكون فقرة لايف ستايل مع زميلتي غادة بالتأكيد، ومع المصمم الكويتي للأزياء سعد الدواس. ومن الأزياء راح نكون معاكم أيضا للأزياء في تغطية مصورة تهم كل محبي الموضة والأزياء في إيكونيك، وهي تشكيلة مميزة من الأزياء الحديثة والراقية. خلال هذا الأسبوع سوينا تقرير جدا حلو ومميز بمناسبة الافتتاح. وهذه الفقرة اللي كنت أحكي عنها بالبداية، وهي فقرة فنية خاصة مع المخرج يعقوب يوسف المهنا، وأهم أعماله وتصويره لأغاني الفيديو كليب مع كبار النجوم والفنانين والجوائز اللي حصدها. وكعادة كل يوم أربعاء راح يكون معاكم لقاء الآن مع خبير التجميل كلير، ونبديها معاكم بالتقرير التالي. راح نتعرف من خلال على جلسات النظارة الطبيعية للبشرة وكل ما نحتاجه من خلال تواجد كلير معنا. تابعوا هذا التقرير. مسيكم بالخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم معنا من جديد بفقرتنا التجميليه المتنوعه دائما من صالون كلير. موضوعنا اليوم راح يكون عن جلسات النضاره الطبيعيه وكيف تقدر كل سيده تحافظ على نضاره بشرتها. خليكن معنا حتى نشرح طريقه الجلسه اول باول. مثل ما شفتوا جهزنا البشرة بالميلك والتونيك وانتقلنا لأهم مرحلة هي البابريكا.
انتهينا من كل خطوات الجلسة، وهلأ بدنا نسأل المدام كيف كانت التجربة معها. كيف كانت معك التجربة مدام؟ كانت تجربة ممتعة كتير وحلوة، بنفس الوقت فريش، برود، حرارة، يعني شعور غير شكل. حسيتي بحرارة بالبابريكا؟ ايه، بس بنفس الوقت بتحسي فريش الوجه ومشدود. المدام حبت كثير الجلسة واستمتعت فيها، وأنا رح أشرح لكم أكثر. خلينا نرجع للاستديو. ورجعنا لكم الى الاستديو مثل ما قالت كلير، ومعنا كلير بالاستديو. نجدد لكم تحيه مشاهدينا ومساء الخير كلير. مساء النور. شفنا معك التقرير كيفيه العنايه بجلسات العنايه والنظاره للبشره. بدايه، شنو مفهوم العنايه والنظاره للبشره؟ البشرة لها حق على كل سيدة انه على طول تكون مداريتها وتكون مهتمة فيها لبشرتها، فمن أهمية جمالها البشرة بنضارتها، ودايما انه تكون مهتمة فيها وتكون مستعدة لأي شيء بينتظرها، فالبشرة من أهم شيء للسيدة. أكيد. والجلسات دائما تحتاج إلى مواد طبيعية، وتعرفنا دائما أو تعودنا دائما معك أن تستخدمين المواد الطبيعية. ليش؟ لأنه كل شيء بالطبيعة إذا كان مزبوط و100% صحيح طبيعي بيور بيناسب كل البشرات وما بيعطي أذية لأي بشرة أو أي نوع من كان بشرة، فبتلاقيها سيفتي، هي كتير بتكون صحية للبشرة. وبعدين المواد الطبيعية كتير بتكون قوية، يعني ما الواحد يستخف إنه طبيعي ما يكون في كيميكال أو ما يكون إنه طالع من شركة إنه بيور إنه طبية، أو لا، بالعكس الطبيعة كتير مهمة. وحتى أيامنا أول كان كل شيء بالطبيعة يعالجوها، بس هلأ أكيد بتكون مدعمة بأشياء ومدعمة بقصص حتى تعطيكي قوة أكثر من نتيجتها. صحيح. شفنا في التقرير معك كلير خلال هذه الفترة صورتوا مع الموديلز اللي كانت جلسة نظارة بالبابريكا. بداية الكثير من الناس تسمع البابريكا لكن ما تعرف شنو هي. عرفيني شنو هي البابريكا وشنو استخداماتها؟ هي البابريكا هي أولا المواد كلها المستخدمة فيها عدة اختلاف بالنوعية، بس نحن اختيارنا للبابريكا وهو الحر أو بالمعنى الأصح الفلفل الأحمر الصغير. دائما أغلبية اللي بيطلع بالأماكن البرية، فهو نوع من الحر، ولكن مدعم أكيد بأشياء كتير، باللافندر، بالعسل، بالجوز، وأهم مادة تكون مدعمة له اللي هو الشاي الأخضر البري كمان، حتى يعمل توازن، لأنه بتعرف الحر قوي كتير وما فيك تحطيه بيورة على البشرة، فبيعمل توازن بين البشرة وبين النتيجة تبعتها. يعني نشوف الخلطة اللي استخدمتوها، هذه البابريكا اللي حطيتوها، قلتي موادها اللي هي بابريكا البرية الطبيعية، واستخدمتي معها أيضا الشاي الأخضر. اي، هي الشاي الاخضر اللي موجود بقلب الجلسه، هيدا بقلبه فواكه مجففه كمان بريه. حلو. مثل التوت البري ومثل الزبيب ومثل هيدي الامور. فلما يتم وضع البابريكا كلها بتندمج بهيدا الشاي. نحن شفنا مثل مشهد انه اللي عم بتحط الفاكهه بقلب الشاي. صحيح. حتى تاخذ تمتص المواد الموجوده فيها، ويصير خلطه، يتم خلطه بكل ماده عم تنوضع على البشره. حلو. ليش اخترتي البابريكا عن غيرها من المواد؟ مثلا ما اخترتي شيء ثاني، قلتي استخدمتي فيه لافندر وشاي اخضر. بعض الناس يقول والله احب احط مثلا على وجهي فواكه مجففه، او احط مثلا مواد اخرى طبيعيه ايضا غير البابريكا. البابريكا هو عمليه تسريع بالدوره الدمويه وبكل خلايا البشره. فهي البابريكا حسيتها انه نتيجتها على بشرات السيدات الموجوده بتعطيها سرعه اكثر انها تحس بالتغيير من بعد الجلسه تبعتها، يعني ما بحاجه انها تنطر كذا جلسه كذا جلسه حتى تعطيها نتيجه. فالبابريكا هي عمليه تسريع بالدوره الدمويه وتنشيط الخلايا والكولاجين، وبتساعد على امتصاص كمان كل
الكريمات اللي حتنوضع من بعدها من ماسكات او مانت، او لانه بتفتح الخلايا كمان المسامات. حلو. الجلسة شكلها وايد حلو ومريح، حسيت البنت اللي سوت التجربة كانت مرتاحة. كلميني عن بداية الخطوات للجلسة، شلون أحصل على بشرة نضرة من خلال بداية الجلسة إلى آخر شيء مثل ما قالت البنت حسيت شعور وجهها منتعش وإن عندها نضارة. هو النقطة الأساسية احنا عم نشتغل عليها هي النضارة للبشرة. فهي النضارة هيدي اخترنا لها البابريكا تعطيها نتيجة قوية. بتتم أكيد على مراحل بداية شنو اللي قاعد تسوي الأخت اللي تمزجها؟ هيدي عم بتحط هي البابريكا وعم بتحط كريم حتى تنشط عملية المساج. حلو. بس نحن بنجهز البشره اكيد بالملك والتونيك بالمعتاد، ونحن كمان اختيارنا للملك من الليمون. حتى الليمون بيعطي تفتيح للبشره اكثر، بتحس البشره نطفت اكثر. وبعدين بتخضع قبل البابريكا لمنتج كريم اسمه الأها، اللي هي الهيدروكسي أسيد. هي خلاصة أحماض الفواكه من العنب ومن التوت ومن التفاح الأخضر، كله أسيد الحليب، كله هيدا بيكون خليط من الأحماض الفواكه بتجهز البشرة حتى تستقبل البابريكا. لما توضع البابريكا بعد فاكهة أو كريم الآها بيصير في تسريع أو قوة بنتيجة البشرة. حلو. ايش كثر مدة الجلسة حتى أحصل على بشرة في مرحلة نهائية من النضارة؟ هي مدتها ساعة تقريبا، لأنه بتنحط البابريكا من 10 لربع ساعة ل 15 دقيقة. بتعطي حرارة، بتحسي في حرارة قوية، ولكن هي ما بتضر أبدا أبدا. نشط الدم أصلا. ايه أبدا ما بتضر. فبتاخد ساعة بالتقريب وبتاخد النتيجة على طول، بتحصل عليها على طول النتيجة. حلو. ايش كثر استخدمها بالشهر؟ يعني بين كل جلسة وجلسة المدة الزمنية حتى اني احتاج جلسة جديدة. هيدي النقطة اللي نحن بنحكي دائما عليها، انه المنتجات اللي عندنا طبيعية. لهالسبب فيك بأي وقت تستعملي أو تعيدي الجلسة بكل سهولة وبكل أمان، يعني أمان للبشرة، ما إلها أذية أبدا. أولا طبيعية، ثانيا هي نتيجتها أنت حتحبيها. يعني كل ما عملتي كل ما طالت المدة معك أكثر. يعني بدل ما تقعد معك مثلا عملت اليوم تقعد معك شهر، إذا كررتيها مثلا بالأسبوع مرة مرتين حسب رغبتك. يعني هي أصلا بتحسي فيها انتعاش قوي. فبعض السيدات بيحبوا يعيدوها، بيحسوها انه فريش وفي شد، وفي طبعا كريمات وبتخضع لمنت وماسك وحسب البشره. حلو. فهيدي الامور لما تعيديها انت فبتحسي نتيجتها معك احلى من مره واحده. صحيح. بس هي من اول مره طبعا بتعطي النتيجه. طيب كل البشرات ممكن أنا استخدم عليها هذه الجلسة ولا ممكن تكون حساسة لبعض البشرات؟ لا صحيح، هي كل الانواع البشرات بتستخدم عليها البابريكا. نحن بنشتغل هون بعمليه الماسك. يعني بيتم وضع الماسك حسب البشره. في ماسك شاد، في ماسك للحبوب اثار او السموم المتراكمه على الحبوب، في ماسكات بتعطي بياض اكثر. يعني نحن شغلنا على الماسك، بس اساس الجلسه هي البابريكا. كلام جميل وحلو، جلسة أيضا منعشة وجميلة. كلمة أخيرة تحبين تقولينها أو نصيحة لكل يتابعنا ويهتم ببشرته؟ ما يخافوا أكيد من أي أنواع الجلسات الطبيعية، تكون أكيد 100% طبيعية، فتكرارها على طول بيكون كتير مفيد للسيدة. فتتابع هذا الموضوع وتبتعد عن الكيميكال وخليكي بالطبيعة أحلى. كلام جميل جدا، وكلام ايضا جميل لكل من يتابعنا عبر شاشتنا شاشه الراي. كل الشكر لك كلير على حضورك معنا اليوم. رح ننتظرك الاربعاء الجاي. مشاهدينا انتظروا كلير في تقارير جميله جدا عن التجميل والعنايه بالبشره خلال الاسابيع القادمه. اتخليكم مع هذا الفاصل السريع، نرجع نكمل فقراتنا في مسائي. مسائي برعاية أعطني المزيد من فراي. أوليس هذا طريق